طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة أخبارية من فضائية كركوك نبدأها من أبرز العناوين. بافل جلال طلباني يقدم التهاني للمسيحيين في إقليم كردستان والعراق بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد. رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح يهنئ المسيحيين بحلول عيد القيامة ويعتبره مناسبة للتأكيد على وحدة الصف بين العراقيين بمختلف أطيافهم. رواند ملا محمود مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني يزور رئيس ساقفة كركوك والسليمانية للكلدان لتقديم التهاني بحلول عيد القيامة. كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان كردستان تجدد التأكيد على ضرورة تعديل قانون الانتخابات في الإقليم بشكل يتناسب مع المرحلة الراهنة. خلية الإعلام الأمني تعلن تنفيذ عمليات إنزال جوي لتفتيش إحدى المناطق النائية جنوب محافظة كركوك ضمن عملية المطرقة الحديدية. التفاصيل أهلا بكم. هنأ بافل جلال طلباني المسيحيين في إقليم كردستان والعراق بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، معربا عن أمنيته بأن يكون مصدر وحدة بين جميع الأمم. وقال بافل جلال طلباني بمناسبة عيد القيامة: أهنئ أخواني وأخواتي المسيحيين في إقليم كردستان والعراق، وأتمنى أن تقضوا عيدكم في بيئة سليمة ومزدهرة، ويكون مصدر روح عميقة ووحدة بين جميع الأمم والجماعات. هنأ المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، آملا أن يكون هذا العيد مبعثا لتمتين روح التعايش بين المكونات والأديان. وقال المكتب السياسي في بيان بمناسبة قدوم عيد القيامة المجيد للسيد المسيح عليه السلام: نوجه أحر التهاني للمسيحيين كافة في كردستان والعراق والعالم. وأضاف بالقول: نأمل أن يكون هذا العيد مبعثا لتمتين روح التعايش بين جميع الأديان، والذي من خلاله يقضي الأخوات والإخوة المسيحيين كافة طقوسهم الدينية وأعيادهم ومناسباتهم بحرية وسرور. هنأ رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح أبناء الشعب العراقي من المسيحيين بحلول عيد القيامة المجيد. وقال رئيس الجمهورية في بيان أنه وبحلول عيد القيامة المجيد نهنئ أبناء شعبنا الأصيل من المسيحيين وكل عام وهم بخير وسلامة، مبينا إنها مناسبة للتأكيد على وحدة الصف بين العراقيين بمختلف أطيافهم، تجسيدا لعمق حضارتنا وتنوعها الإنساني الفريد. وأضاف الدكتور برهم صالح قائلا إن التعايش وإرساء المواطنة والمساواة هو المرتكز لدولة مقتدرة خادمة لجميع العراقيين. زار رواند ملا محمود مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني يرافقه النائب عن محافظة كركوك صباح حبيب ووفد من العلاقات الحزبية المطران الدكتور يوسف تومر رئيس ساقفة كركوك والسليمانية للكلدان لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد. وقدم رواند ملا محمود خلال اللقاء التهاني لجميع المسيحيين ومسيحيو كركوك على وجه الخصوص بمناسبة عيد القيامة، مؤكدا أن مكونات كركوك تربطها علاقات تاريخية وأخوية متينة تسودها الألفة والمحبة. وأكد الجانبان خلال اللقاء على عمق علاقات الأخوة والتعايش السلمي المشترك بين مواطني كركوك بمختلف مكوناتهم وقومياتهم وأديانهم. في موضوع آخر، أشرف قباد طلباني نائب رئيس حكومة إقليم كردستان في قضاء دكان على اجتماع بشأن تطوير القطاعين الخدمي والسياحي. وأكد قباد طلباني دعم الحكومة لتقدم وتطور القطاع السياحي، داعيا القطاع الخاص والمستثمرين تقديم خططهم ومشاريعهم لاستثمارها في القطاع السياحي. كما دعا هيئة السياحة والجهات المعنية تقديم التسهيلات التامة للمستثمرين الذين يودون الاستثمار في القطاع السياحي،
وفي جانب آخر من الاجتماع تم الحديث عن الأراضي والمناطق التي من المقرر تنفيذ مشاريع سياحية فيها، وتقرر حل هذه المشكلة بشكل قانوني وبشكل يستفيد منه أصحاب الأراضي لاستخدامها في المشاريع السياحية. وتقرر خلال الاجتماع تقديم تسهيلات لتنفيذ 3 مشاريع سياحية في المنطقة. أكدت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان كردستان ضرورة تعديل قانون الانتخابات قبل إجراء الانتخابات في إقليم كردستان. وقال لقمان وردي نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان كردستان إن تعديل قانون الانتخابات له أبعاد وطنية وسياسية، ويجب أن يحصل توافق حول هذا التعديل. وهذا القانون صدر قبل 30 عاما وجرت بموجبه انتخابات 5 دورات برلمانية، لكنه الآن لا يتناسب مع المرحلة الراهنة، لذا من الضروري جدا تعديله بشكل يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة. وأضاف أن نظام الدائرة الانتخابية الواحدة ألغي في جميع دول العالم ولا يتم العمل به في أي مكان، لأنه لا يحدث العدالة بين المدن ويميز مدينة عن مدينة أخرى. لذا ومن أجل توفير العدالة وإجراء انتخابات شفافة ونزيهة يجب تعديل قانون الانتخابات. كما وأوضح نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني إن هناك عدة مقترحات لتعديل قانون الانتخابات وتفعيل مفوضية الانتخابات، مشيرا إلى أن أي اتفاق على تعديل قانون يجب أن يكون بالتوافق بين جميع الكتل في برلمان كردستان. حالة من الانسداد السياسي تعيشه حوارات تشكيل الحكومة الجديدة بعد أشهر من إجراء انتخابات مبكرة في العراق. مراقبون للشأن السياسي يؤكدون أهمية توصل الأطراف السياسية إلى اتفاقات مشتركة والمضي بالاستحقاقات الدستورية لتشكيل حكومة جديدة تلبي طموحات المواطنين. لا تزال المفاوضات لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة تراوح في مكانها. المفروض أنها أتت بعد الانتخابات الأخيرة التي سميت بالمبكرة. انقسامات كثيرة بين الكتل السياسية عكس الماضي حالت دون ذلك. أما التحالف الثلاثي الذي ضم الصدر وجهة كردية وبعض السنة فشلوا في انعقاد جلستين لتمرير مرشحهم لرئاسة الجمهورية ومن ثم تسمية رئيس للوزراء. حقيقة نرى بأنه صعوبة تشكيل حكومة تكمن في حل خلافات ما بين الكتل السياسية داخل الكتل الشيعية من جهة والكتل الكردية أيضا بيت الكردي أيضا هناك خلافات ومشاكل، لكن تعنت بعض الكتل السياسية لعدم حل هذه الخلافات أدت إلى هذا الوضع. لكن هناك أيضا كتل تعمل عمدا على عدم تشكيل هذه الحكومة. التحالف الثلاثي نرى بأنه لم يستطيعوا النجاح أو عبور هذا المرحلة التي كانوا هم متأكدين من أنه سيحققون نتائج على مستوى رئاسة الجمهورية وعلى رئاسة الحكومة. مدير مكتب ائتلاف النصر بكركوك أكد بأن الإطار التنسيقي منفتح على الجميع للتباحث بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، منوها إلى أن الصدر في التحالف الثلاثي ربما سيلجأ إلى أن يكون معارضا ككتلة صدرية في مجلس النواب، أو سيدخل في تشكيل حكومة مع الإطار التنسيقي وتشكيل أكبر كتلة شيعية. الإطار التنسيقي بعد المبادرة اللي أطلقت من قبل السيد مقتدى الصدر هو منفتح على كل القوى والأحزاب السياسية، وأعتقد هناك تجاوب من قبل جميع الأحزاب والقوى السياسية لتشكيل حكومة، على اعتبار أن الانسداد السياسي أثر سلبا على الوضع الاقتصادي والأمني، وبالتالي أعتقد تلك القوى تدرك بأن عملية تشكيل حكومة أصبحت ملزمة، وأعتقد أن هناك شيء إيجابي فيما يتعلق بمسألة الانفتاح والحوار. أعتقد هناك تجاوب ما بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية فيما يتعلق بموضوع تشكيل حكومة، على اعتبار أن الطرفين يشكلون المكون الأكبر أو يسمى المكون السياسي المعني بتشكيل حكومة. مستقبل غامض بعد انتخابات نيابية مبكرة أجريت السنة الماضية في العراق عامة، كان المراد منها تشكيل حكومة وطنية تمثل جميع أطياف الشعب العراقي، لكن التوقعات فاقت كل شيء. الكتل السياسية انشقت فيما بينها وأصبحت قطبين،
التحالف الثلاثي ظن أنه الفائز والقادر على الأمر والنهي متى يشاء، لكن لم يكن حسب مرادهم، والإطار التنسيقي من جهة لا يريد تهميش أي جهة أو كتلة كانت. أما العراق في حاله هذا بين هذا وذاك ربما سيصعد، لكن يسمى الصعود إلى الهاوية. هالغورد حسن، فضائية كركوك. أكد رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي عدم إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة من دون التوافق، فيما بين أن ما يحصل الآن عبارة عن تهميش أطراف لأخرى. وقال السامرائي أن الانسداد السياسي في العراق وصل لمرحلة تعقدت معها الأمور كثيرا، وما يشهد نقيض ما كان مرجوا في العملية السياسية، مشددا أن تحالفه شريك للإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني، ومنفتح للتعامل مع القوى السياسية الأخرى من أجل التضامن والعمل المشترك وفق الأطر القانونية والدستورية، مؤكدا أنه هناك جهة تحاول دائما تهميش الآخرين. وأضاف رئيس تحالف عزم أن الحكومة لن تتشكل من دون التوافق، مبينا أن الوضع السياسي الراهن يفتقر إلى الأغلبية الوطنية، وما يحدث عبارة عن تهميش، فطرف يهمش الأطراف الأخرى، وهذا واقع وموجود. أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد الغزالي أن جميع الأبواب مفتوحة لإعادة ترتيب البيت الشيعي، متوقعا حصول تفاهمات جديدة من خلال الأيام القليلة القادمة لتشكيل حكومة توافقية. وقال الغزالي أن جميع أبواب الإطار التنسيقي مفتوحة أمام القوى السياسية لإنهاء حالة الانسداد السياسي والعمل معا على تشكيل حكومة توافقية تلبي طموح المواطنين. وأضاف عضو ائتلاف دولة القانون أن الإطار يبذل جهودا لتوحيد الرؤى من أجل حسم من منصب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الوزراء المقبل، مشيرا إلى أن هناك أطرافا سياسية داخل التحالف الثلاثي تحاول إضعاف المكون الشيعي والتخلي عن موقفه الوطني. استبعد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بمجلس النواب كاروان يارويس انعقاد جلسة جديدة للمجلس قبل عيد الفطر المبارك. وقال النائب كاروان يارويس إن انعقاد جلسة جديدة لمجلس النواب قد يكون بعد عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أنه يجب حل الخلافات السياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة. وأضاف أن اتفاق الأطراف السياسية يتطلب عقد اجتماعات مستفيضة بين الإطار التنسيقي والكتل الأخرى للخروج من حالة الانسداد السياسي. أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار أن 80% من عقود إقليم كردستان النفطية مع الشركات العالمية صحيحة. وقال الوزير إحسان عبد الجبار بشأن المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حول ملف النفط إن المفاوضات بشأن حل أزمة عقود كردستان وفق الدستور العراقي وقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بحاجة إلى تنازل متبادل من الطرفين. وأضاف أنه تم تسليم خطة وزارة النفط لحل أزمة ملف النفط في الإقليم إلى وفد حكومة الإقليم الأسبوع الماضي، وهي تقوم على 3 نقاط رئيسية، هي مراجعة العقود وتكييفها قانونيا، ومعالجة الاختناقات، وتأسيس شركة كردستان في أربيل لتكون هي الطرف الأول للصناعة النفطية في الإقليم. وبين وزير النفط أن 50% من شروط وزارة النفط متفق عليها مع الإقليم، وأن وزارته مصرة على المضي بهذه الشروط، وأن 80% من عقود كردستان النفطية مع الشركات العالمية صحيحة. كما وأكد الوزير إمكانية حل الإشكالات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ويجب على جميع الأطراف التنازل أمام مطالب الآخرين لمصلحة الشعب. أعلنت خلية الإعلام الأمني تنفيذ القوات الأمنية عمليات إنزال جوي جنوب محافظة كركوك.
وذكرت الخلية في بيان إنه وضمن عملية المطرقة الحديدية نفذت القوات الخاصة العراقية عملية إنزال قوات محمولة جوا لتفتيش منطقة الجل جنوب غرب أو جنوب كركوك إحدى المناطق النائية بواسطة طائرات النقل التابعة لطيران الجيش. وأضاف البيان إن قوات الصولة الأولى تمكنت من تطويق المنطقة بشكل محكم تلتها عمليات إنزال متعددة فوق الموقع، والذي يعتبر من المناطق الوعرة جدا والتي لا تتمكن الآليات من الوصول إليها. وأشار البيان إلى أن القوات الخاصة تنفذ عمليات نوعية في متابعة أماكن تواجد الإرهابيين الذين لن يكون لهم أي مأوى وفي أي منطقة مهما كانت طبيعة تضاريسها الأرضية. رفعت حكومة إقليم كردستان بناء على مقترح مقدم من بيغرد طالباني وزيرة الزراعة في إقليم كردستان، رفعت الرسوم الجمركية عن استيراد الماشية خلال شهر رمضان للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في أسواق الإقليم. كما رفعت حكومة إقليم كردستان الرسوم الجمركية عن 14 مادة غذائية لمدة شهرين من أجل خفض أسعار المواد الغذائية في الأسواق. وقررت حكومة إقليم كردستان رفع الرسوم الجمركية عن المواد الغذائية والحاجات الأساسية مثل الطحين والرز وزيت عباد الشمس وزيت الذرة والدهن النباتي الصلب والدهن الحيواني الصلب والشاي الأسود والسكر والعدس والبقوليات وحليب الأطفال. الخطوة التي اتخذتها حكومة إقليم كردستان تأتي لمواجهة أي أزمة مرتقبة في مجال إنتاج وتوفير الحاجات الغذائية الرئيسة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية ومنع غلاء الأسعار في أسواق إقليم كردستان. أكد تجار وأصحاب محال في مدينة الموصل أن ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي يعد السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السلع وخاصة المواد الغذائية الأساسية، فيما بيّنوا أن الوضع الراهن أثر بشكل سلبي على السوق وحركته، كما أنه تسبب بثقل إضافي على كاهل المواطنين. عزا تجار وأصحاب محال في مدينة الموصل ارتفاع أسعار السلع وخاصة المواد الغذائية الرئيسية إلى ارتفاع سعر الدولار والرسوم الجمركية الخاضعة لها، مؤكدين إن نسبة الإقبال على الشراء من قبل المواطن أقل من ذي قبل لتراجع قدرته الشرائية. احنا كنا قبل كان دولار 120 125 كنا يوميا نبيع ما نلحق نجيب كياد، بس هسه من الدولار صعد السوق اول شيء اقباله ضعيف صار ركود بالسوق، وثاني شيء الاقبال على المواد الغذائيه الحين صار ضعيف لان المواد غاليه. شو هي اكثر المواد اللي ارتفعت؟ هو اكثر شيء تاخير توزيع الوجبه، وثاني شيء الدولار اثر علينا. كيف تشوف السوق عاديا؟ والله هذا رمضان يختلف ذاك رمضان كان السوق اقوى الصراحه. رمضان كان ضعيف بس وقت الرواتب صارت حركه بس. هسه قاعدين يركضوا بشكل ركض ماكو حركه، منتهي الحركه. أصحاب محال بيع المواد الغذائية في الموصل أكدوا إن رفع سعر الدولار أثر بشكل سلبي على حال السوق وتعرضه للركود بين حين وآخر، كما إنه أثر بشكل أكبر على المواطن البسيط الذي يحظى بمستوى معيشي قليل لا يتناسب متطلبات الحياة اليومية. سبب هذا الارتفاع هو ارتفاع الدولار، والشيء الثاني أنه الجمارك، يعني إذا ترفع الجمارك مع نزول شوي وانخفاض من سعر الدولار راح يصير يعني بصورة عامة مو بس الموصل العراق كله راح ينزل سعر الزيت، راح ينزل سعر الدهن، راح تنزل كثير أسعار. قبل كان الطحين ب 17 ل 18، هسه ب 39 38 ألف. والطحين مو درجة الأولى، يعني الطحين لا مو أبد مو درجة أولى. يعني هي مأثرة على الفقير، يعني على الفقير مأثرة بنوبه، كل شيء غالي، الزيت غالي، الطحين غالي، الشكر غالي. نعم. ايه وكل شيء غالي، يعني ماكو شيء رخيص. شنو كيف انتم تتعاملون مع هذا الوضع؟ والله نحن اصحاب محلات، نحن يعني اذا يصير ب1000 دينار القوطيه معجون نجيب، واذا يصير 3000 نجيبه، مجبور نحن خو ما نعزل، يعني لازم نحن اصحاب محلات وكل يعني الناس مجبوره تتسوق على رمضان على العيد تتسوق. إيجاد حل لمشكلة ارتفاع الأسعار في الأسواق ولا سيما خلال شهر رمضان بات أمرا ملحا، وعلى الجهات المعنية الالتفات لها للتخفيف عن كاهل المواطن
واستمرار حركة السوق. ختاما، شكرا على كرام المتابعة وإلى اللقاء.